الأستاذ مرتضى منصور لو ما تعرفش هيعمل إيه بعد ما يبقى تالت دوري. أنا أقول لك الأستاذ مرتضى منصور قال لو كسبنا ماتش فيوتشر الزمالك هيبقى التالت. ماشي تمام، ها وبعدين ابعت للاتحاد الأفريقي إن الزمالك يلعب في دوري أبطال أفريقيا زي ما حصل للأهلي السنة اللي فاتت. ده بجد؟ لا يا أستاذ مرتضى، لو ما تعرفش أنا أقول لك السنة اللي فاتت الكاف بعت للاتحاد المصري وقال له ابعت لي أسماء الفرق اللي هتدخل دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. ما كانش عنده أي حاجة خالص يحدد عليها غير الدور الأول، وساعتها الأول في الدوري كان الزمالك والتاني كان الأهلي. علشان كده الأهلي طلع دوري أبطال أفريقيا بصفته وصيف الأول. وبرضه السنة دي الاتحاد بعت للكاف بناء على الدور الأول اللي هو كان إيه؟ اللي هو كان الزمالك رقم 4. تمام كده يا أستاذ مرتضى ولا تحب أبسطها أكتر؟ أعتقد كده كفاية. والسنة اللي فاتت لما الزمالك حسم الدوري والأهلي عارف إنه كده كده خلاص طالع أفريقيا، موسيماني قعد يفكر في اللي جاي، ما قعدش يند بحظه ويقول دي كوسة دي حكام ملناش دعوة إحنا الأهلي، لا ادونا الدوري. ركز ساعتها ان هو يريح اللعيبه الاساسيه يجرب الناشئين. علشان كده كانت نتائج الاهلي في اخر الموسم كانت تالت في اخر الموسم. في اخر الموسم مش من الدور الاول، انتوا الدور الاول رابع. علشان كده الاهلي دخل السنه اللي فاتت دوري ابطال افريقيا مش عشان الكوسه اللي انتوا مصدقينها. سلام.